قاعدين بتضحكوا مع بعض، ولا اعتبار ان انا في مقام خطيبك. اختي كان عندها حق يا بنتي، دي ما تنزليش من العربيه عشان ما يقلش منك قدام الناس. الو حضرتك، انا جيت في مكان اللوكيشن. هو من امتى بيبقى فيه سواقين بنات؟ ماشي ماشي انا جاي، شكرا. شفت. تمام شفت حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بصراحه اول مره اشوف بنت اوبر يعني سواقه. لا ده العادي، في بنات دلوقتي اوبر كتير قوي، مبقاش تفرق ولد عن بنت. بس بسم الله ما شاء الله عليك، يعني اموره وستايل ومحترمه، فانا مبسوط جدا والله يعني. تسلم، كله من ذوقك. هو يعني حضرتك يعني عشان محتاجه فلوس، يعني بتشتغلي ولا حبا في الشغلانه ولا ايه بصراحه؟ لا هي هوايه، انا بحب السواقه، فانا حابه ان انا اكتر حاجه بحبها بجد البنت اللي بتعتمد على نفسها. طبعا. حضرتك قلت رايح فين؟ هقول لك كل حاجه والله، بس انا مش نيتي وحشه صدقيني. انا ما قلتش لحضرتك حاجه. يلا. خير يا اخويا خير. بصراحه انا ركبت النهارده اوبر مع بنت بتسوق، فاتشدت ليها جامد وقعدنا نتكلم. بصراحه طلعت بنت كويسه من عيله محترمه، وهي بتساعد نفسها وبتعتمد على نفسها. اوبر يا عمر؟ تعرف لي واحده من الشارع؟ لا تعرف اصلها ولا فصلها ولا اهلها مين. ايه شغاله سواقه ويا عالم. وانا شارع ايه بتشحت؟ يا عالم ركبت مع مين؟ حد مين ركب معاها يا اخويا قبلك وتعرفت ده شغل عليه؟ يا حبيبتي، حاجه باحترام، ومش اي حد بيركب، وكل حاجه لها قوانين انت عارف هي مين ركب معاها قبل كده؟ انت عارف مين ركب معاها قبل كده؟ اتعرفت على مين قبل كده؟ مين قال لها عايزه اخطبك؟ اتكلمت مع مين؟ قلت لي واحده مهندسه دكتوره، مش واحده شغاله سواقه. بقول لك ايه، خلصت كلامك؟ اخلص. انا كبرتك زي ما قلت لك، وجيت قلت لك عشان اختك كبيره، انما انا هنفذ اللي في دماغي تمام. بس انا حبيت اعرفك، وانا اللي هتجوز، وانا اللي حبيت، وانا اللي اتعلقت بيها، والبنت كويسه ولسه هسال عليها، بس انا حبيت اقول لك تمام يا اختي. انا ماشي، مع السلامه. الاوبر ايه شيخ تنيل؟ نعم. بتتهرب مني ليه؟ مش بتهرب منك، بس على قد ما اتعلقت بيكي في مشكله معايا ولازم اصارحك بصراحه. قول يا عمر. انا اختي معترضه ان انا جيت اقدم لك ويبقى في بينا جواز بسبب شغلانتك، ان انت شغاله سواقه وكده، ومفيش بنت تشتغل سواقه. انت لما حبيتني كنت شغاله ايه؟ انا ما اقصدش شغاله دكتوره. انا حبك وشريك، ممكن اعمل اي حاجه عشانك. انا مين اللي هتتجوز، انت ولا اختك؟ ما انا جايلك في الكلام. انا بس انت بتقولي لي ايه المشكله الفتره اللي فاتت بسبب الموضوع ده، اتكلمنا كتير في الموضوع ده. وانت عارف يا عمر، طالما انا حبيتك مش هيفرق معايا ولا الشغل ولا اي حاجه، وكده كده كنت هسيب الشغل. يعني انت ممكن تسيب الشغل عشاني؟ اكيد يا عمر. وانا عايز افهمك برضو ان انا هقف قدامها، حتى لو شغاله الشغلانه دي انا اللي هتجوز، دي راحتي انا. ما كنتش تتغير معايا. لا انا ما اتغيرتش والله، انا كنت بفكر وكنت متضايق. انا من نوعيه لما بتضايق بحب اخد جنب لوحدي، فكل حاجه تبقى تمام ما تقلقيش، وهنيجي ان شاء الله وهنتقدم وهتبقى كل حاجه زي الفل. اهم حاجه تكوني مبسوطه. ماشي. لو عدى شغال حاجه ثانيه. طيب انا لسه ما غنيتش، انا مش هنا اللي اقسم هغني. بالله كان قلبي حاسس ان انت هتيجي هنا، عشان انت على طول بتيجي هنا واللوكيشن بيحدفك هنا تمام. وكان قلبي حاسس برضو ان ربنا هيظهر الحق، عشان امي دايما بتدعي لي يظهر الحقيقه. قاعدين بتضحكوا مع بعض، ولا اعتبار ان انا في مقام خطيبك. اختي كان عندها حق يا بنتي، دي ما تنزليش من العربيه عشان ما يقلش منك قدام الناس. فهمني غلط. كل حاجه وضحت، كل كل حاجه وضحت. لو سمحت ما تتكلميش معايا، رقمي يتمسح من عندك. لو سمحت تتكلم معايا. وريني الرحله كده اللي انت طالبها من طريق والله العظيم انا زبون، انت ظلمتها. انا بعتذر، حقك عليا، بس لقيتكم بتضحكوا كده. طب خلاص ما يبقاش قلبك اسود، لو انت بتضحكي اهو خلاص. طيب حط نفسك مكان، انا بغير عليك على فكره، والغيره دي معناها حب. ما كنتش تشك فيا يا عمر. طب خلاص انا بحبك، خلاص بقى ما يبقاش قلبك اسود. خد لك لفه يلا.
طيب مشي بقى الزبون ده، قولي له امشي. لا هو ماشي اصلا. انا عايزك بقى تلغي الابلكيشن ده خالص من عندك وتسيب الشغلانه دي خالص. هات التليفون. ماشي.